اكسبريسو اكسبريس FM. اكسبريسو صباح الخير ومرحبا بكل مستمعينا ما كنتم مازال متواصلين حتى ل 9 ونص. نهاركم مبروك، نهاركم زين. باش نحكيو في موضوع الان، موضوع الفواياج دافير باش يصير في بلاد خرجنا منها، بلاد نجم نقولوا بين ظفرين ممكن خسرنا السوق هذايا، ولكن اليوم فما رغبه، فما ينوفي باش نرجعوا لها. اون ميسيون قاعده تتحضر بالكدا، عندها مديده نوتامون سي بيكس يخدم عليها، وفما ان كونيسور زاد دو سيت ديستيناسيون اللي هي ان فيت بالتحديد اربل، اقليم كردستان في العراق. وكنا حتى عندنا رئيس غرف التجاره تاع اقليم كردستان معنا توني في برنامج اكسبريسو قبل، وكان هذا ان كولابوراسيون مع سيد منير مؤخر رئيس غرفه التجاره والصناعه بتونس، اللي باش يكون معنا بعد شويه باش نحكيو. ولكن الان نحكيو على لوبيراسيون، البريباراسيون تاعها، لاكومبانيومون كي ان بو لو رول زاد نتاع السيبكس. معنا الرئيس المدير العام للسيبكس السيد عبد اللطيف حمام. صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير سي وسيم، صباح الخير لكل مستمعي اكسبريس FM. مرحبا بك سي عبد اللطيف. نعرفوا تخدموا على برشا بوكو ديستيناسيون نوتامون حتى لامريك دو نور. ريسامون شفناكم في الكندا، الولايات المتحده الامريكيه، ان انتيغي معناتها بور لامريك دو نور، مي سورتو برشا مرات دخلت معنا في برنامج اكسبريسو على الافريك، وبوتيتر من الاولانيين حتى او لوندومان دو لا ريفولوسيون سيبكس اللي كان خدم على القاره الافريقيه وعلى ديفيرون ديستيناسيون، وحتى معناتها خدمتوا كولابوراسيون مع تونسيا باش يتحلوا خطوط وكل، كي دوفني اجوردي دو بلوس ان بلوس لو سوجي اللي العباد الكل تكلم عليه. وكنا حتى اون اكومبانيومون معاكم ديما هوني في اكسبريس FM في برنامج اكسبريسو. اليوم اون بارل دو نوتر ديستيناسيون سي عبد اللطيف، اون بارل نحكيو على العراق، نحكيو على اقليم كردستان. العراق سي عبد اللطيف حمام شنو تمثل لنا، ولا بلوتو شنو كانت تمثل لنا قبل، خاطر مش جديد علينا ولكن خرجنا منها. شكرا سي وسيم ويعطيك الصحة، عطيتنا فرصة باش نحكيو على ديستيناسيون ماهيش معروفة بما فيه الكفاية وشارجي دو بوكو دو بريجوجي. نتكلموا على الكردستان، فما شكون ربما اعتقد اللي هذه ما اون ديستيناسيون كي نميريت با اون اتونسيون، ولواش ماشي للكردستان وهو مشاكل وهو امن، على خاطر مالوريزمون ما فماش درايه ومعرفه كامله باش قاعد يقع في عديد المناطق في العالم اللي هي مناطق تسجل نسب نمو مرتفعة جدا. كردستان في السنوات الأخيرة عندها une croissance تقريبا تفوق 10%، donc c'est une économie émergente extrêmement importante. عندهم الحق الناس باش يتسائلوا علاش العراق وعلاش كردستان وعلاش السيبكس وتونسير ماشي الاربيل. في الحقيقه نجم نقولوا لي كما قلت انت سي وسيم، السوق العراقيه كنا متواجدين فيها بصفه وهامة جدا. أصحاب المؤسسات، الجامعة الوطنية للتصدير، لوتيكا، شامبر دو كوميرس دو تونس منير مؤخر اللي ذكرته من قبيل، كان عندهم دور هام جدا في تطوير العلاقات مع العراق، لأنه للظروف اللي الأخوين الكل يعرفوها والناس الكل تعرفها. تونس نجم نقولوا خرجت من السوق العراقية وما عاد عندنا حتى حضور. واليوم كيف المسؤولين التونسيين ورئيس الجمهورية مشى للعراق، السؤال المطروح وينهم التوانسة، علاش التوانسة ما جاوش، علاش التوانسة ما رجعوش. رانا نحبوا السلعة التونسية، نحبوا الأكل التونسي، عندنا يعني احترام وتقدير خاص للموقف التونسي وللمؤسسات وللجودة التونسية. وينكم وعلاش ما تجيوش؟ فكردستان العراق واربيل هي مدخل. مع العلم انه اليوم كردستان في حد ذاتها كان صدق يا ربي جو ني بلو مالوغوزمون لو شيفر اون تيت، الميزانيه نتاع اقليم كردستان معناتها اكثر ميزانيه تونس. والله كان نعطيك الارقام. نبدا بحاجه صعب ماهيش معروفه. اربيل هي عاصمه السياحه العربيه سنه 2014. اربيل شد روحك مليح سي وسيم، 400 نزل تو دوكيباسيون 80%. اربيل وكردستان في سنة 2013 5 مليار دولار استثمار أجنبي. اربيل سي 2300 مؤسسة يعني، وكردستان 2300 مؤسسة أجنبية في هالبلاد هذه. البي بي بار تيت دابيتون 4500 دولار. نسبة البطالة نجم تقول براتيكمون بلان امبلوا 6%. نسبة الفقر 3.5%. اربيل اليوم المعروف عليها واللي يحكيوا عليها يقول لك سي لو دبي دون 10 ans. اربيل سي ان غران بروجي، ان ميجا بروجي اسمه اربيل داون تاون، 3 مليار US دولار بالنسبة للسنوات القادمة، على مساحة تتجاوز 541 ألف متر مربع. يعني حركية
اقتصادية. والبارح سي وسيم وقت اللي عيطنا المؤسسات تقريبا فما 40 مؤسسة مهتمين بالشيء هذا. والشيء اللي يثلج الصدر كونه فما مؤسسات في قطاع الخدمات ومؤسسات كبيرة في تونس تبحث اليوم عن فرص للقيام بدراسات هندسية، للاستثمار في الهندسة المعمارية، يعني التموقع بالنسبة لمواد البناء التونسية اللي عندنا مواد بناء يعني معروفة وعندها جودة هامة. فما نشاط في البلاد هذه، فما حركية، فما قبول للمؤسسة التونسية، فما انتظار باش المؤسسات التونسية تمشي وتعرف بنفسها وتتحرك في الاتجاه وين فما فرص نماء وفما فرص تنمية وتنجم تجيب تشغيل. الوخيان اللي مشاو في الميسيون دو بروسبكسيون يقول لك البلاد هذه يبدا يخدموا في عديد الاجانب، علاش لا مش التوانسه؟ علاش مش المهندسين التونسيين؟ علاش مش المهندسين في الاعلاميه؟ يعني فما مجالات احنا ما نعرفوهاش. علاش؟ خاطر ما مشيناش، خاطر قاعدين ديما نمشيو للديستيناسيون كلاسيك. دونك هام جدا باش مره في العام تبدا اون ديستيناسيون تخرج شويه هكا من المألوف وفيها يعني فتح لمجالات جديده وفيها فتح لافاق جديده. والمؤسسات التونسيه اللي تمشي في نفس الاتجاه تتعرف هي ببعضها. ونحب نتوجه بالشكر انا الى الخطوط الجويه التونسيه اللي على الرغم من يعني الصعوبات والظرف الدقيق الى غير ذلك، لكن فما اقدام وفما شجاعه وقاموا بعمل ومشاو عملوا une mission de prospection وتوصلوا اللي الخط المباشر على اربيل عنده حظوظ باش يكون خط مربح، باعتبار انه فما فرص في مجال السياحه. يقولون الاخوه العراقيين يحبوا يسافروا وعندهم الامكانيات ويحبوا يجيوا لتونس، هذا شيء. ثاني شيء، اذا كان نجحنا باش نوظفوا خبراتنا وكفاءاتنا ومهندسينا باش يمشيوا، يولي نفس الشيء كما دبي، يولي فما حركيه، يولي فما توانسه يمشيوا يخدموا غادي ويرجعوا. كما فما يقول لك الاكراد موجودين بكثره في اوروبا، فباعتبار احنا قربنا لاوروبا يمكن الكردي يولي يخمم باش يجي لتونس ومن تونس يمشي مباشره لبلاده. يعني فما فرص ما نجموش نقعدوا نتفرجوا، يلزمنا نتحركوا. وانا كمركز نهوض بالصادرات دوري اني نساند وندعم المبادرات اللي جايه من المهنيين. والمهنيين شكون هم؟ غرف التجاره، هم لوتيكا. والحق يعني المره هذه لقينا في تلاقي مبادرات متعدده. تونسير مش تعمل خط مباشر، السياحه يحبوا يحركوا السياحه اللي جايه من الشرق الاوسط. غرفه التجاره والصناعه واصلت في استثمار علاقاتها مع العراق، رغم اللي التوانسه ما يمشيوش برشا للعراق، لكن سي منير مؤخر اون بارتيكولي استثمر وقعد يمشي ويجي وقعد يجيبهم وقعد يفرح بهم وقعد هو بيدو يمشي للعراق وقت اللي حد ما يمشي للعراق. فالامبيونس هذه خلتنا كونوا نتشجعوا ونقدموا ونحاولوا باش نعملوا هالمهمه الاقتصاديه. وحضرنا لقاءات على عين المكان. وقت هوني في برنامج اكسبريسو كي ضيفنا السيد درا جليل خليل رئيس جامعه والاتحاد غرف التجاره والصناعه باقليم كردستان. وقت نذكر الى في انسيستي على الاخر على خط معناتها ليزون ايغيان مباشره بين تونس واربيل. معناها الخط الجوي هو الاساس. راهو وقت اللي فما في الخط جوي مش يجي من اربيل لتونس يتعدى على اون اوتر ديستيناسيون ويقعد 4 سوايع يستنى في المطار ويتعب ويوصل لا، الخط مباشر في 4 سوايع ونص وهو يكون في تونس ويحب يجي لتونس. يعني فما رغبه. فما جانب اخر سي وسيم حبيت نقول عليه، هو اليوم برامج السكن. راهو كيف ندخلوا بمدخل المساكن في 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 اربيل ومعناتها كردستان كل تقريبا سنويا برنامج سنوي لبناء المساكن تقريبا في حدود 60,000 وحده، 25 كيلومتر مربع مساحه مهيئه للبناء. هذا الفايونس تونيزيان peut être placé، les produits électriques tunisiens peuvent être placés. يعني عديد المجالات اللي ربما ما نفكروش فيها، خاطر احنا ديما نفكروا في المواد الغذائيه وفي زيت الزيتونه وفي الدقله باهي، اما راهو فما صناعات تونسيه اخرى اليوم ربما ما عندهاش مجالات، ولا صعوبات في السوق الليبيه، ولا صعوبات في عديد الاسواق الاخرى. فهذه اسواق مفتوحه واسواق تحب الصناعه والبضاعه التونسيه. فدورنا اننا ندقوا على الابواب، نربطوا الصلات، نصاحبوا المؤسسه التونسيه ونيسروا لها الدخول الى هذه الاسواق. واضح سيد عبد اللطيف حمام. دونك لا ميسيون هذه وقتاش تنطلق؟
بصفه استثنائيه هو الفول انوغرال اللي مش يتم اطلاقه من طرف الخطوط التونسيه، باش يكون يوم 1 جوان. الانطلاق يظل حسب قانون الرخيين في تونسيا ماضي ساعه نتاع النهار، باعتبار 4 سوايع ونص باش يكون وصول الوفد التونسي اللي مش يرافق الخط هذا في وقت معقول، معناتها ما يكونش خط ليلي. وفما امكانيه كونه الاخوان اصحاب الاعمال اللي عنده مشاغل كبيره برشا يرجع بعد نهارين، فما خط رجوع نهار الاربعاء، واللي حب يواصل يقعد حتى ل 5 جوان يكمل البرنامج نتاعو 5 جوان، ونهار 6 جوان يروح. واضح. سيد عبد اللطيف حمام بي دي جي سيبكس، شكرا على المعلومات هذه الكل. اسويفر سي انتريسون. دايوغ احنا باش نواصلوا نحكيو على الموضوع هذا شويه مع سيد منير مخ، رئيس غرفه التجاره والصناعه بتونس اللي كنت تكلمت عليه قبل شويه. سي عبد اللطيف حمام، شكرا لك سي عبد اللطيف. بارك الله فيك. يعيشك بفضلك. يعيشك.